خليك حظ بقالي الاسبوع اللي فات حاولت 35 دقيقة ما تعرفش الحظ، بس الحمد لله. يعني احنا عايز اقول لك ان احنا هنعمل وقفة قدام قناة أم تي في، مجموعة الشعب وفي ايد واحدة، وعملناها وكويس ان اسعدني الحظ اني اتصل بحضرتك واقول لك عنها بعض الامور. احنا مجموعة صغيرة على الفيسبوك، الشعب وفي ايد واحدة، مع مجموعة شرفاء مصر، وانضم لينا مجموعات تانية زي انا المصري وائتلاف 19 مارس، وعملنا وقفة قدام أم تي في ومرسلين للاعتراض على اعلام التهديد والاثارة والتحريض ضد المجلس الاعلى وضد الداخلية وضد استغلال الاطفال. خلال الوقفة استدعت قناة أم تي في مجموعة من مؤيديها وصفونا بالارهاب والارهاب الفكري. وبعدين انا عاوز اسال حضرتك وسمع المشاهدين، الوقوف في التحرير سنه واغلاء الميدان قدام الناس وقبل مجمع التحرير ومهاجمه وزاره الداخليه ومحاوله اقتحام مسيره بالقوه المسلحه ورفع الاحذيه امام جنود القوات المسلحه واحصار مجلس الوزراء، كل ده حلال وصحيح. انما وقفه 200 واحد قدام قناه أم تي في بقى ارهاب وبقى حرام. احنا ما عملناش شيء غريب. نجيب ساويرس قال لمعتز الدمرداش انه قناته قناه محرضه، والمذيعه بتاعته نهان نعمان قالت نفس الكلام، والفيديوهات موجوده على الفيسبوك. المصري قالت ان احنا اعتدينا على احد مره، وهذا غير صحيح. احنا ما نزلناش من على الرصيف غير دقيقه لما ظهر واحد رافع لافته يسقط حكم العصر. هذا الواحد محامي في قناه أم تي في اسمه احمد نور، واحد اعضاء المجموعه بتاعتنا اسمه عز انور عرف وقال لنا عليه، واتحدى قناه أم تي في تقول ده ما حصلش. انا رحت اللواء كان موجود وكنت اتعرفت عليه قبل الوقفه. انا رحت حضرتك لقيت قبل الوقفه طبعا بشويه، لقيت عربيتين امن مركزي ولواء وعميد وعقيد ومقدم واربعه نقط. سلمت عليه قلت له مش عاملين كده ليه؟ احنا جايين ندعمكم ومش هننزل من على الرصيف. لما ظهرت اللبسه دي رحت له قلت له يا فندم من فضلك ابعدوا عننا بلاش اليافطه دي. راح ونزلها، انما لن نعتدي على احد. احنا مش بلطجيه، احنا بنحب مصر، احنا مصريين. الاستاذ عبد الرحمن القطراوي يقول احنا ابناء مبارك، والاستاذ جمال عيد يقول احنا ابناء مبارك. هذا غير صحيح. احنا ابناء مصر، احنا مصريين، احنا بنحب مصر حقيقي يا استاذ ابراهيم. كنا في التحرير وكنا في روسيا وكنا في العباسيه. احنا مش ابناء مبارك، احنا بنكره مبارك وزمن مبارك وفساد مبارك. مبارك اللي جاب لنا المعهد الجمهوري والمعهد الديمقراطي، اللي عمل منظمات حقوق الانسان وجمعيات المجتمع المدني اللي بيهضم منها الاستاذ جمال عيد والاستاذ عبد الرحمن القطراوي. طبعا حضرتك عارف اسمه كويس، اللي معاه جنسيه قطريه وعاش فيها بره مصر. احنا ما بنحبش المذيعين اللي معاهم باسبورتات اجنبيه. الاستاذ يسري فوده افكر حضرتك انه خالد شيخ اتقبض عليه الاول متهم في 11 سبتمبر بعد 24 قبل 24 ساعه من مقابله يسري فوده ليه. احنا مش ابناء مبارك، احنا ابناء مصر، ابناء القوات المسلحه. احنا يا فندم شايفين بعينينا خطه واضحه زي الشمس لاسقاط مصر على قدمين، قدم على الارض بتاع العصيان المدني. الحمد لله فشل لان المصريين بيحبوا جيشهم، وقبلها اقتحام الداخليه وقبلها احترام مسيره واقتحام مسيره بالقوه المسلحه. كل ده حلال. انما لما 200 واحد ينزلوا في الشارع على الرصيف يبقى غلط ويبقى حرام ويبقى ارهاب. الرجل الثانيه الاعلام اللي احنا نزلنا نعترض عليه. يا فندم احنا عاوزين اعلام محايد، بس مش عايزين يحبوا الجيش ولا يحبوا الداخليه، بس يعرضوا وجهه نظر. عايزين اعلام متوازن. نقطه اخيره اقول لحضرتك، بفكر الشباب وطلبه الجامعه بتونس ليه لما قال لم نستطع السيطره على ثوره مصر ولكن الان نستطيع قيادتها. بقول للشباب المستقبل بتاعكم، مصر بتاعتكم، اللي جاي بتاعكم مش بتاعنا. احنا زماننا راح، حافظوا على مصر. وبقول لقناه أم تي في هنقف تاني. احنا وقفنا مره قدام مدينه الانتاج الاعلامي 35 واحد
وقفنا قدام او تي في 200 واحد، وهنقف تاني وتالت ورابع لغايه ما الاعلام يتوازن. ما تحبوش الجيش، ما تحبوش الداخليه، بس خليكم متوازنين. احنا مؤمنين انه الملايين بتحب المجلس الاعلى وبتحب الجيش. لما يترفع الاحذيه بوجه جنود القوات المسلحه كان صحيح، انما لما يقف 200 واحد على الرصيف بقى ارهاب. يعني هل هذا منطق يا استاذ ابراهيم؟ هل هذا منطق؟ انا بقول لهم هنقف تاني وثالث ورابع. المره الاولانيه 35، الثانيه 200، الثالثه والرابعه هنزيد. احنا بنحب مصر وهندافع عن مصر، مش هنسيب مصر تقع ابدا. واشكر حضرتك شكرا شكرا يا فندم. والف شكر. شكرا يا فندم. الاستاذ محمود مرسى مطروح. مساء الخير يا فندم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله.